خدعوك فقالوا إن مكملات الألياف نقدر نستخدمها كبديل للأكل الغني بالألياف. الحقيقة إن في شركات أدوية كتيرة بتروج لمكملات ألياف على أساس إن هي حاجات بتقدر تساعد الواحد على الإحساس بالشبع والامتلاء، فبالتالي ممكن يقدر يخس وينزل في الوزن. زي إيه؟ زي السيليوم، زي الردة. وكمان بيروجوا لها إن هي ممكن نستخدمها كبديل للأكل الغني بالألياف. احنا ما نقدرش ننكر ابدا ان مكملات الالياف دي ليها فايده فعلا في انها بتحسن البكتيريا النافعه في الامعاء وبتحسن حركه الامعاء وبتظبط سكر الدم، بس ما اقدرش ابدا استخدمها كبديل للاكل الغني بالالياف، لان انا عندي المصادر الطبيعيه للالياف زي الخضار، زي الفاكهه، زي البقوليات. دي بيبقى فيها مش الياف بس، ده بيبقى فيه فيتامينات، فيه معادن، فيه حاجات كتيره قوي بيخدموا على بعض عشان في الاخر النتيجه تبقى صحتي احسن. فانا ما اقدرش استخدم دي بدل دي. وسؤال حلقة النهاردة، قولولي بقى على مصدرين للألياف الطبيعية في الأكل.